عندما دخلت السيدة زينب إلى مجلس يزيد عليه لعائن الله، قال: من تلك الامرأة ومن تكون؟ قالت له: كنت حلقك عدل لا صيح لك عباس، والزم حدك قبالك بنت حيدر، ما تعرفني لازم أنا أخت حسين، أنا بنت فاطمة بنت صورة الكوثر، اللي يتطشر من أولادي يلم حسين، يا اللي يلمك ساعة المحشر، لا تقول لك قتلنا اخوانك وسابيك، لو ما حكم ربك والله ما تقدر. وفي هذه الاثناء دخلت الروس الى قصر يزيد، فقالت له: ايش مالك قمت ترجف؟ هاي بس الروس، روس ولون وجهك قام يتغير، دخيلك يا علي بس روس خوف الجيش، وجوه العدة تنشاف لون اصفر، ومو كلهم بعد خلبت على السجاد، لو كلهم اجوا لا والله تطشر، لو كلهم اجوا لا والله تطشر.